السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. وزي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان هنزل لكم اكلات اقتصاديه وحلوه لشهر رمضان، ودي صور لوجبات موفره تقدري تاخدي منها افكار وتنظمي جدول المنيو بتاعك بتاع شهر رمضان. طبعا انا عارفه ان الظروف صعبه ومنقدرش ان كل يوم يبقى فيه لحوم، فعشان كده قلت انزل لكم الفيديو ده. وطبعا لو الظروف مش مساعده معانا ان احنا نجيب اكلات يعني فيها لحوم وكده، نحاول نتعامل انه زيه زي اي شهر، بس نزود العصير والبركة من عند ربنا. وطبعا في اكلات كتيرة وموفرة وكمان مغذية زي البتنجان والبصارة والعدس والكشري والعجة والكوسة والبطاطس المهروسة والشكشوكة وكل انواع المحاشي لو انت شايلة مرقة في الفريزر. والله ساعات الاكلات دي بتاكل اكتر، اهم حاجة القناعة والرضا وربنا هيبارك وربنا يعين الجميع والله على الغلاء. واوقات كتيرة فعلا احنا بنكون محتارين نعمل ايه وحاجة سريعة وحاجة موفرة، فمن خلال الفيديو ده تقدري تاخدي افكار كمان حتى هينفعك في الغدا في الايام العادية. الواحد فعلا ساعات بيكون يعني مش عارف يعمل غدا ايه بكرة، برضو بيكون محتار. الفيديو ده فيه افكار حلوة وكمان هيسهل علينا كتير، والفيديو الجاي ان شاء الله هيكون افكار حلوة لعزومات رمضان. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك وكمان شيروه لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل ياخد افكار. كمان لو اول مرة بتشوفيني انا سماح ودي قناتي، اتمنى كمان تشتركي عندي، وجودك معايا شرف كبير ليا. كمان لو اي حد حابب يستفسر عن اي حاجة تقدروا تكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد على كل التعليقات. اشوفكم بقى على خير في فيديوهاتي الجديدة اللي جاية، وبشكركم كلكم من كل قلبي، واتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم وما كنتش رغيت كتير. ولو وصلتي معايا لهنا فانا بحبك جدا. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.